اوعى تقع في الغلطه دي. الغلطه دي كلفتني بروجكت شغاله عليه لمده سنه. ايه هي بقى الغلطه دي؟ ان انا وقفت اتعلم. ببساطه كان في بروجكت كبير، كان الكونتراكت لمده سنه وكانت الدنيا تمام. كان عندي، كنت انا الاس يو كونسلتنت، ان انا بدي تاسكات وبعدي كونفرميشن لاي حاجه تتغير على الويب سايت، كل التاسكات تتخيلها في الاس يو كنت انا بقوم بيها. بس جيت في مرحله وقفت، ما بقتش ان انا اطور من مهاراتي. فجينا المرحله بعد كده لازم يبقى اللي هيمسك المرحله اللي بعد كده محتاج ان هو يبقى عنده سكيلز اكتر، ابجريد اكتر. فبالتالي خسرت المشروع ده لان ببساطه ما كنتش ان انا متابعه الابديت. تمسك بروجكت وتوصل بقى مرحله الكومفورت زون، خلاص انا معايا بروجكت ومعايا المده طويله فكده خلاص انا كده ضمنت. لا، بالذات في مجال الاس يو لان هو سيلف ليرنينج، وان بيحصل ابديت جوجل ابديتس عارفها، اللي تشينجز في السيرش انجن بتبقى عارفها. وطبعا احنا احدث حاجه اللاير جديده من الماركتنج شانلز اللي حصلت، اللي هي من خلال الاي اي، وازاي ان انت تعمل اوبتمايزيشن وتفهم اي اي بتعمل سايتيشن لاني سورس. ده اللي احنا بنتكلم عليه في الاي اس اي نافيجيتور. فعشان تتفادى الخطوه دي لازم يبقى معاك سورس continuously updated، بيتحدث باستمرار، وفي نفس الوقت فاهم ايه التغيرات اللي تحصل، وان انت فاهم ان انت تعمل لها implementation في الويب سايت ازاي. فلو عايز تتعلم اس اي او باحدث الطرق اكتب لي اس اي او في كومنت، هقول لك ازاي من خلال اس اي او نافيجيتور.